الفيديو التاني من سلسلة نصيحة هتفيدك في صناعة المحتوى. السلام عليكم. عارف ان اخر فيديو نزل من حوالي سنة، بس انتوا عارفين ان في السلسلة دي بالذات ما بحبش انزل اي حاجة وخلاص، انا كانش عندي افكار صراحة. فانا اول ما جالي افكار عملت فيديو تاني على طول. المهم نخش في الموضوع على طول من غير مقدمات طويلة. اول حاجة، دي نصيحة شخصية مني ليك: اوعى تستخدم اغاني او موسيقى عموما. انت ده في النهاية المنصة اللي انت بتحبها وعايز تنزل عليها، سواء عشان انت بتحب الكلام ده او عشان عايز تطلع منها مكافآت مادية، فما تخليش حاجة زي دي تبقى ذنوب جارية. لان الاغاني والموسيقى اللي على الفيديوهات دي حاجة اسمها ذنوب جارية. بالجارية اللي هي بمعنى ان الفيديوهات كل شوية بتظهر للناس، ما بتوقفش عند حد معين، فانت كل واحد يشوف الفيديو ياخد عليه سيئات. فبدلا من كده هتستخدم حاجة اسمها ساوند افكتس. وانا عن نفسي الساوند افكتس انا بحبها اكتر من الموسيقى صراحة. الموسيقى مزعجة، انما الساوند افكتس بتبقى حاجة بسيطة في نص الفيديو او عموما بتستخدمها على الفيديو كله، بتبقى حاجة بسيطة كده وحاجة جميلة. وده ينقلنا على النصيحة التانية: ايه هي الساوند افكتس وازاي استخدمها؟ بص، انت تخش على اي منصة عموما وتكتب فيديوهات بمؤثرات صوتية او فيديوهات بساوند افكتس، وتتفرج بقى على الفيديوهات وتعرف امتى احط ده وامتى ما احطش ده. دي بتبقى حاجة اسمها تغذية بصرية. انت بتغذي بصرك وسمعك امتى احط ده وامتى اعمل كده وامتى ما اعملش كده. ودي عموما حاجة مطلوبة في اي حاجة انت تتعلمها. عموما دي حاجة اساسية، وهي حاجة بسيطة جدا. اصلا الساوند افكت ممكن تتعلمها في ساعة ولا حاجة، لانها بسيطة. طالما انت بتتعلم الايديتنج فهي حاجة بسيطة جدا واغلب الناس اصلا متعلماها. وبرضه ان شاء الله هحاول احط ساوند افكتس في الفيديو ده، بحيث انها برضه تبقى تغذية بصرية ليك كده، وتبقى تعرف ازاي تحط ده وامتى ما تحطش ده. طب دلوقتي اجيب الساوند افكتس دي منين؟ في مواقع كتيرة او في منصات كتيرة، اذا كانت يوتيوب، تيك توك، اي حاجة. هتخش تكتب لو انت عايز صوت معين، تكتب ساوند افكتس واسم الصوت اللي انت عايزه. لو انت ما عندكش حاجة في دماغك معينة، اكتب ساوند افكتس بس، وهيطلع لك فيديوهات مجمعة فيها جميع الساوند افكتس، وانت اختار اللي انت عايزه. النصيحة التالتة معانا: الاستمرارية اهم حاجه. ايوه، اللي انا ما بعملهاش دي. ما علينا، بس والله الاستمراريه مهمه جدا. يعني انا لما باجي استمر في الفيديوهات بتبقى فايرل جدا وتبقى القناه كويسه. لو نزلت عندي تحت في الفيديوهات وشفت المده اللي أنا كنت مستمر فيها، كنت هتلاقي القناه بسم الله ما شاء الله عليها كانت كويسه وبتجيب فولورز كويسه والقناه كانت جميله. فالاستمراريه مهمه جدا. يعني مثلا ممكن تنزل على الاقل 3 4 فيديوهات في الاسبوع. هي مش حاجه صعبه قوي، بس زي ما قلت قبل كده بلاش فيديوهات مسروقه. ورابع نصيحه معانا: بلاش تستخدم ميزة الترويج، إذا كانت في الابليكيشن اللي أنت بتشتغل عليه أو بره في المتاجر والكلام ده. هتقولي ليه الميزة دي بترفع القناة وبتخلي القناة كويسة في وقت قليل؟ هقولك ما دي المشكلة. هنتكلم في الحتة دي واحدة واحدة. ميزة الترويج اللي في الابليكيشن اللي أنت فيه، لما الابليكيشن يشوف إن أنت بتدفع فلوس هيوقع القناة في حالة إن أنت ما دفعتش على فيديو معين. يعني الفيديو اللي أنت ما دفعتش فيه هيبقى الفيديو واقع جدا، على عكس الفيديو اللي أنت هيدفع فيه الفيديو هينتشر. عشان عايزك ان انت تدفع اكتر، لان بطبيعه المنصات دي جشعه تجري ورا الفلوس بس. لو تستخدم المتاجر اللي بره بتجيب لك ناس انت الله اعلم ما تعرفش اذا كانوا حقيقيين او مزيفين. بس يعني نقول لو هم حقيقيين مثلا، يعني هنتكلم ان انت رحت المتجر موثوق وان الناس دي حقيقيه. المتاجر اللي بره بتجيب لك ناس من محتويات عامه. ويعني افرض انت مثلا محتويات جيمنج، هيجيب لك واحد بتاع كوره، على واحد ثقافي، على واحد اخبار، على واحد سياسه، يجوا في القناه عندك. مجرد ان ما يطلع لك الفيديو بتاعك عندهم مش هيتفاعلوا على الفيديو بتاعك خالص. يقوم الخوارزميه بتاعه البرنامج يفتكر ان الفيديو بتاعك وحش، يقوم موقع الفيديو بتاعك. فنصيحه مني: بلاش دي ولا دي. طيب هتقول لي اعمل ايه؟ هقول لك زي ما قلت لك في النصيحه اللي فاتت: استمر وواحده واحده، اطلع السلم واحده واحده، هتلاقي الريتش يجي لغايه عندك بيقول لك انا اهو يا باشا. تستعجلش عموما في اي حاجه في حياتك، اوعى تستعجل. النصيحه الخامسه معانا، ودي تبقى اخر نصيحه: لو انت هتعمل فويس اوفر اهتم بجوده صوتك. هتقول لي طب انا لسه بادئ ومعيش مايك احترافي او الكلام ده، او معيش مايك عموما اصلا وبسجل من مايك الموبايل. اقول لك طيب هتسجل الفويس اوفر بتاعك او الريكورد عموما، وتخش على جوجل تكتب ادوبي بودكاست. الموقع ده مجاني، والموقع ده يعني ساعدني كتير قوي والله بجد. الموقع ده يعني بسم الله ما شاء الله عليه، صراحه بالنسبه لي من احسن المواقع اللي بتظبط الصوت. انت يا دوبك هتخش ترفع الملف بتاعك وتديله دقيقه بالظبط يكون هو مظبط لك الصوت. طبعا مش نفس تكت الاستوديو الاحترافي، بس تفي بالغرض والزياده. الصوت بيطلع كويس جدا ونقي وواضح. بس لهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تشوفوا فيديوهات تانية تكون بخير ان شاء الله. متنساش تصلي على النبي، توحد الله في الكومنتات وتكتب لي رايك، ولو عندك نصايح اكتبها واقولها في الفيديو الجاي ان شاء الله. ولو اخدت من حد نصيحه هطلع الكومنت بتاعه في الفيديو ان شاء الله. واشوفك في فيديو جاي، وفي امان الله.